بسم الله الرحمن الرحيم. سوف أذكر لكم اليوم كيفية العلاج بالماء المثلج أو بالماء الشديد البرودة مع الثلج والاغتسال والشرب منه. قد تستغربوا من هذه المعلومة، لكن سوف أذكر لكم الدليل من الكتاب والسنة. وقد ذكر أن الاغتسال بالماء البارد المثلج أو الماء مع الثلج ينفع علاج للوسواس والخوف والقلق والحزن والهم والاكتئاب وشرور النفس وضيق الصدر وتعكر المزاج، وينفع لنشاط الجسم وتدفق الدم في العضلات وتقوية جهازك المناعي ومقاومة الأمراض، كما أنه ينبه الجهاز العصبي مما يساعد على سرعة ردود الأفعال ونشاط عضلة القلب وقوته وتحمل الأخبار السيئة والمزعجة. وقيل ينفع أيضا وقت الغضب والزعل ويهدي من روعه، لأن الشيطان يجري في ابن آدم مجرى الدم ويسبب له الأوجاع، ولا يطفئه إلا الماء المثلج، لأن الشياطين والجن مخلوقين من نار والعياذ بالله، والماء البارد يؤذيها ويطردها من الجسد. وقد تكلم الشيخ عبد المجيد الزنداني ضمن سلسلة إعجازه العلمي وذكر كل ما قلت عن تأثير الاغتسال بالماء البارد وتأثيره على الممسوس، وكيف أنه يفسد مركبات المس والسحر. واستدل الشيخ بقوله تعالى: واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، فكان الجواب من ربه: اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. فكان الشفاء من الله بالاغتسال بالماء البارد والشرب منه. واستدل بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. وتكفينا معرفة أنه كان سببا لشفاء سيدنا أيوب عليه السلام. أما عن الاستحمام بالماء الساخن فيقول ابن سينا أن الماء الحار يهلك والجسم وطاقته، وبالرغم من أنه قد تشعر بالخوف من الاستحمام بالماء البارد، إلا أنه عند نهاية الدش وتجفيف الجسم ستشعر بارتياح وهدوء أعصاب ونشاط وحيوية. أفيدوا غيركم بمثل هذه المواضيع لما له من أهمية بالغة، فإن الكثير وللأسف يجهل هذه النعمة الكبيرة والفوائد الكثيرة. جزا الله خيرا كل من شارك هذا الفيديو أو نشره. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.